يعني في عرض جاي له من احدى شركات التسويق الرياضي ان الزمالك يلعب مع فريق بارما الايطالي في شهر 7 القادم، ولسه الجهاز الفني ما قررش الموافقه او عدم الموافقه، خصوصا ان هي هتيجي في وقت ان في رمضان، وفي نفس الوقت في ماتشات في دوري ابطال افريقيا. فهل هيشوفوا بقى الميعاد مناسب مش مناسب؟ لسه الجهاز الفني ما قررش لغايه دلوقتي. عبد الواحد السيد خلاص قصته انتهت مع نادي الزمالك، اتفقوا على كل بنود التعاقد. عبد الواحد السيد المفروض هيمضي او هيوقع عقده خلال اليومين الجايين، وكل الامور جاهزه بالنسبه لعبد الواحد السيد. كان طلب مبلغ معين عند التوقيع، وبرضه الاداره وافقت. عبد الواحد السيد كابتن نادي الزمالك ومن الحراس المميزين جدا في مصر، وكمان ليه دور كبير جدا مع اللعيبه السنه اللي فاتت والسنه دي ومعظم السنين. حارس مميز جدا، وكان تألق كمان في مباراه المغرب الفاسي الاخيره في دوري ابطال افريقيا، وبيقوم بدور الكابتن على اكمل وجه. يعني راجل بصراحه بيتمرن كويس جدا. الفتره اللي فاتت كان خاسس بعد ما غاب، فاكرين لما اتوقف في مباراه المغرب الفاسي هناك في المغرب. الراجل مركز بشكل كويس، عايز يعمل سنين كويسه مع نادي الزمالك. عبد الواحد السيد 34 سنه، يعني العقد اللي جاي 3 سنين، فعايز يعني يترك بصمه وياخد بطوله مع نادي الزمالك. فعمل اكتر من موقف بصراحه محترم جدا الفتره الاخيره، خصوصا في موضوع الفلوس والمستحقات، لما قال ان يعني قبضوا اللعيبه الصغيرين الاول، هو وثلاث اربع لعيبه كبار في نادي الزمالك اللي هو محمود فتح الله وعمرو زكي. فعبد الواحد السيد بصراحه من الحراس المميزين، ونتمنى توفيقه ان شاء الله مع نادي الزمالك في الفتره اللي جايه. 3 سنوات قادمين. عبد الواحد السيد هو حارس مرمى نادي الزمالك. كابتن حسن شحاته يعني بيحرص دايما مع الكابتن اسماعيل يوسف كل يوم يعمل وزن للاعبين، بيوزن اللاعبين على اساس ان اللعيبه ما حدش وزنه يزيد وكده، وفي عقوبات او خصومات بتبقى حاجات بسيطه طبعا لاي وزن زياده بالنسبه للاعبين. مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه الاستاذ ممدوح عباس بيواصل صرف مستحقات اللاعبين الاسبوع المقبل. يعني ان شاء الله كان في فلوس اللي اتصرفت يوم الاحد اللي فات حطت في حسابات اللاعبين، في جزء ثاني هيدفع خلال الاسبوع القادم. في بدايه الاسبوع القادم هيكون في جزء كبير هيدفع من قيمه ال 25% الثانيه، اللي هي يعني هم خدوا 25% وخدوا جزء من 25% الثانيه، هيكملوا برضو 25% الثانيه، يبقى هم كده خدوا 50%. معظم لعيبه نادي الزمالك 50% مع عقودهم، وهيتبقى 25% اخيره، غير طبعا 25% الاخيره بتاعت نسبه المشاركه، ودي بقى مش عارف الاداره هتعمل فيها ايه مع اللاعبين. مستر برادلي بينفي تحريضه للشناوي بعدم اللعب للزمالك. برادلي بيقول ماليش علاقه، الشناوي يمضي للزمالك ما يمضيش، دي مش قصتي. المدير الفني لمنتخب مصر بيقول المرحله اللي المنتخب فيها حاليا لا تحتاج الى عمرو زكي، وراحه اسبوع لمتعب. وكان متعب دخل معانا مداخله اول امبارح، واتكلمنا معاه في ايه سبب عدم انضمامه للمنتخب في المعسكر. فقال ان هو راح لدكتور وعنده التهاب في الاذن الوسطى، والدكتور قال له تريح اسبوع، وبالتالي مش هيقدر يسافر مع منتخب مصر. والدكتور طارق سليمان طبيب الفريق طالب اللاعبين ان هم ياخدوا معاهم احذيه المطر، ممكن هناك في غينيا يكون في مطر، فبالتالي لازم اللعيبه تاخد احذيه المطر معاها ان شاء الله عشان ما تعرضش لاي موقف يعني يؤثر على مستوى اللاعبين في المباراه.